السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد زاهر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نوعين مهمين جدا واساسيين عندنا في المنهج. اول حاجة المعادلات الخطية العادية، تاني حاجة هنتكلم عنها وهي معادلات برنولي. هنتعلم طريقة حل ثابتة بخطوات واضحة لكل نوع منهم. يلا بينا نبدأ مع بعض. طيب، اول حاجة عندنا هنا بيقول لي المعادلات التفاضلية الخطية من الرتبة الاولى. دي العنوان اللي عندنا النهاردة. عندي حاجتين، اول حاجة لما يكون المعادلة فيها مشتق اكس، تاني حاجة عندي لما يكون المعادلة فيها مشتق واي. طيب، احنا دلوقتي عشان نقول ان المعادلة دي خطية اصلا لازم يكون شكلها عامل ازاي؟ لازم تكون الدي واي على الدي اكس والدي اكس على دي واي، يعني المشتقة اللي عندنا دي لازم تكون المعامل بتاعها واحد، يعني ما يكونش قدامها اي حاجة. يعني هنا اول ما الاقي المعامل بتاعها واحد يبقى خلاص دي عندي معادلة خطية. تمام. بعدها بنلاقي دالة في اكس، يعني عندي هنا البي اوف الاكس. هنا الناحية التانية لما تكون المشتقة اللي عندي اكس خلاص يبقى هلاقي دالة في الواي. يبقى عندي هنا لما يكون المعادلة فيها مشتق واي خلاص، والاقي المشتقة اللي عندي دي ما قدامهاش اي حاجة، زائد دالة في اكس، البي اوف الاكس مضروبة في الواي بتساوي كيو اوف اكس. يعني تمام، هنا انا عندي دالة في اكس وهنا البي اوف الاكس دي دالة في اكس تانية. عندي هنا البي اوف الاكس دي بتبقى مضروبة هنا في الواي، لكن في لما تكون مشتقة باكس بتبقى مضروبة في اكس على حسب المشتقة اللي عندنا. ده كله بيساوي دالة تانية. اصلا الدالة التانية دي مثلا هنسميها كيو اوف اكس، اللي هي بتبقى على الناحية التانية دي. هنا كيو اوف اكس لما تبقى المشتقة عندي واي، لكن كيو اوف واي لما تبقى المشتقة عندي اكس. تمام، دول بيكونوا هنا لازم يكون لما المشتقة في واي تبقى الدوال اللي عندي كلها لازم تكون في اكس، دوال في اكس. لكن لما تبقى المشتقة اللي عندي هنا في المشتقة اللي عندي هنا اكس يبقى الدوال اللي عندي لازم تكون كلها واي. طيب، هنروح على اول حاجة عندنا هنتكلم عنها، او القاعدة اللي لازم نتكلم عنها. عندي هنا حاجة اسمها الام واي وحاجة هنا الام الميو اكس. طيب، ميو واي وميو اكس، هنروح هنا الميو واي بتساوي ام، هنقسمها كده. الام دي هتبقى لوحدها والكيو اف اكس هتبقى لوحدها، وهنا ثابت التكامل. الناحية التانية برضو نفس الكلام، الام لوحدها، كيو اف واي لوحدها، والدي هنا الدي واي هتبقى لوحدها وثابت التكامل هيبقى لوحده. طيب، تعال نتكلم عن كل حاجة كده لوحدها ونعرف يعني ايه. احنا عندنا خطوتين ثابتين لازم نمشي عليهم عشان نقدر ان احنا نحل ايه اي مثال عندنا. طيب، اول حاجة اتكلمنا عنها وهي الام دي هي عامل التكامل. دي اول خطوة عشان نحسب حاجة اسمها عامل التكامل. ده بنحسبها ازاي؟ ده بيتحسب بالمعادلة اللي هي كانت ايه بقى، اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت، اللي هي كانت الاي اس تكامل بي اوف الاكس دي اكس. اي اس تكامل اللي هو هنا ده اهو، هنا موجود في المثال اهو، اي اس تكامل بي اوف اكس دي اكس. طيب، هنا الميو، لكن عندي الكيو اوف اكس دي. خلينا قبل ما نتكلم عن الكيو اوف اكس نوضح هنا الميو. عندي هنا مثلا اي اس تكامل بي اوف اكس اللي هي دي، وعندي في الخطوه اللي فوقها دي لو واخد بالك هو بيقول لي ان اصلا البي اوف الاكس دي بتساوي واحد على اكس. خلاص، طب تعالى نعوض. تبقى هنا اي اس تكامل واحد على اكس. خلاص كده ايه اس تكامل واحد على اكس. طيب، تكامل الواحد على اكس ده اصلا كان بيساوي لين الاكس، يبقى هنا بتساوي ايه اس لين الاكس. طيب، قلنا في المحاضرة اللي فاتت برضو ان الاي بتضيع مع اللين يتبقى عندي الاكس. تمام، دي برضو حتة لكن لازم نوضحها هنا مهمة. اتكلمنا عن اول حاجة عندنا وهي الام اللي موجودة عندنا في الاول دي بعد التكامل. بعد كده هنروح على الدالة التانية اللي هي الكيو اوف اكس. الكيو اوف اكس دي انا ببدا ان انا اجيبها من المعادله الاساسيه اللي عندي او من راس السؤال اللي عندي. يعني هنا اهو انا عندي هنا الكيو اوف اكس، هنا الكيو اوف واي. طيب، تعال نشوف مثلا في المثال اللي عندك ده، انا عايز اطلع الكيو اوف اكس. دايما بتبقى في الاخر بعد يساوي خلاص تبقى اكس اس 3 زائد الواحد. حتى هنا اهو كيو اوف اكس باكس اس 3 زائد الواحد. طيب، تعال نروح للمثال كده ونفهم مع بعض واحده واحده احنا هنبدا ان احنا نحل ازاي مع بعض. طيب، بيقول لي هنا الدي واي على الدي اكس زائد واحد على اكس واي بتساوي اكس اس 3 زائد الواحد. اول حاجة عندنا عشان نبدأ ان احنا نحل اي سؤال لازم ان احنا نطلع البي اوف اكس والكيو اوف اكس. البي اوف اكس عندنا وهي اللي دايما بتبقى مضروبة في الواي زي ما قلنا هنا اهو،
لو بصيت فوق كده بي اوف اكس دايما مضروبه في الواي، خلاص تبقى البي اوف اكس عندنا بتساوي 1 على الاكس. الكيو اوف اكس عندنا بتساوي دايما الطرف اللي هو بعد اللي يساوي. حتى انت لازم تحفظ القانونين اللي فوق دول ثوابت، لازم يتحفظوا الشكل ده. يبقى عندي هنا الكيو اوف اكس بتساوي اكس اس 3 زائد الواحد. تعال ناخد القانون اللي عندي وابدا ان انا اعوض فيه. خلاص اي اس تكامل بي اوف الاكس، هنشيل البي اوف الاكس ونحط واحد على اكس، خلاص تبقى بتساوي اي اس تكامل، قلنا تكامل الواحد على اكس ده بلين اكس، والاي بتضيع مع اللين يتبقى معايا الاكس، كده بقى معايا قيمة الام. خلاص نروح بعد كده ميو واي بتساوي اكس واي. هنا انا شلت الام دي وحطيت مكانها باكس عشان احنا لسه مطلعينها في الخطوه اللي قبلها على طول، تبقى الاكس واي عندي بتساوي تكامل الاكس. هنا شلنا هناخد القانون اللي هو الاساسي عندنا ده وهنبدا ان احنا نعوض فيه. بص ننضف كل الكلام ده كده، هناخد القانون اللي عندنا ده وده ونبدأ ان احنا نعوض فيه. خلاص هنشيل الام هنا ونحط الناتج اللي احنا طلعناه بيها، وهنشيل الكيو اوف اكس ونحط برضو الناتج اللي طلعناه بيها، ونبدأ ان احنا نكمل بالطريقة دي. طيب شلنا الام هنا وحطينا اكس، وشلنا الكيو اوف اكس وحطينا اكس اس 3 زائد الواحد دوت دي اكس زائد ثابت التكامل، طبعا ما ينفعش ان احنا ننساه. الكلام ده كله بيساوي، هندخل الاكس ده على القوس تبقى معايا اكس اس 4 زائد الاكس دوت دي اكس زائد ثابت التكامل. خلاص يبقى هنا زود على الأس واحد واقسم عليه، تبقى هنا إكس أس 5 على الخمسة زائد إكس تربيع على الاتنين زائد ثابت التكامل. نروح على الخطوة اللي بعدها. كده وصلنا لإيه؟ وصلنا إن الإكس واي بتساوي إكس أس 5 على الخمسة زائد إكس تربيع على الاتنين زائد ثابت التكامل. هبدأ إن أنا هنا أقسم على إكس، ليه؟ عشان أخلي الواي هنا لوحدها، أنا عايز أخلي الواي اللي عندي دي لوحدها. خلاص هبدأ إن أنا أقسم على إكس، تبقى الواي بتساوي إكس إكس أس 5 على الخمسة، لما أقسمها على الإكس تبقى هنا اكس اس 4 على الخمسة مقام المقام بسط زائد اكس تربيع على الاتنين، لما اقسمها على اكس تبقى اكس على الاتنين زائد ثابت التكامل على الاكس، وكده يكون المثال اللي عندنا خلص. نروح بعد كده على الصفحة التانية. عندنا مثال تاني بيقول لي هنا الكوزين اكس دي واي على دي اكس ناقص الواي ساين اكس بتساوي ساين اكس كوزين اكس. طيب اول حاجة اتفقنا عليها ايه؟ ان احنا لو في معامل قدام الدي واي على الدي اكس هبدأ ان انا اقسم عليه عشان اخليها في طرف لوحدها. هنا هو بيقول لي هقسم على الكوزين اكس عشان اخلي الدي واي على الدي اكس لوحدها. خلاص بعد ما قسمت عليها تبقى عندي الدي واي على الدي اكس بتساوي هنا اهو دي واي على دي اكس ناقص الواي ساين اكس على كوزين اكس. الساين اكس على كوزين اكس دي اصلا عندي بتساوي تان اكس، تمام. انا هنا هشيلها واحط تان اكس في الخطوه اللي بعدها. الكلام ده كله بيساوي الناحيه التانية ساين اكس كوزين اكس، لما اقسمها هنا على الكوزين اكس تروح مع الكوزين اللي تحت يتبقى معايا الساين اكس زي ما هنا كده، تمام. يبقى عندي الدي واي على الدي اكس ناقص الواي تان اكس بتساوي ساين اكس. طيب هبدأ ان انا اطلع عندي الحاجتين الاساسيين اللي اتكلمنا عنهم وقلنا ان احنا لازم نطلعهم، البي اوف الاكس والكيو اوف الاكس. اطلع البي اوف الاكس دايما اللي مضروبه في الواي. خلاص اللي مضروب في الواي عندنا يعني ما تنساش السالب اللي بره دي تبقى سالب تان اكس زي ما انت شايف كده. الكيو اوف الاكس بتساوي دايما بعد اللي يساوي، فهتبقى الساين اكس. نروح بعد كده نعوض في القانون اللي عندنا اي اس تكامل بي اوف الاكس، هنعوض عن البي اوف الاكس بسالب تان اكس، تبقى عندي اي اس تكامل والسالب تان اكس دي هنرجعها لاصلها، تبقى عندي سالب ساين اكس على كوزين اكس دوت دي اكس، اللي هو يعني هنا البسط مشتقة المقام. طيب يبقى الميو عندي بتساوي اي اس لين كوزين اكس بتساوي الكلام ده كله، الاي هتروح مع اللين يتبقى عندي الكوزين اكس. كده بقى طلعنا عندنا الميو بتساوي كوزين اكس. هنا الام واي بتساوي، هنشيل الام اللي قدام دي ونبدا ان احنا نحط الكوزين والواي زي ما هي. حتى هنا انا قايل لك اهوت ان الكوزين اكس دي هي الام. طيب الكلام ده كله بيساوي كوزين اكس دوت ساين اكس دوت دي اكس زائد ثابت التكامل. دلوقتي احنا عندنا مشكلة في التكامل، عندي هنا الكوزين اكس مضروبة في الساين اكس، وده بيخلي الموضوع صعب عندنا شوية في التكامل. فعشان نبدأ ان احنا نحل المشكلة دي لازم نرجع للقوانين بتاعة المثلثات. هنستخدم قانون اسمه ايه؟ اسمه ضعف الزاوية. القانون ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان ساين 2 اكس بتساوي 2 اكس
بتساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس، اللي هو ده القانون ده، ساين 2 اكس بتساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس. طيب لما نيجي نبسط القانون ده هيبقى عندي الساين اكس كوزاين اكس بتساوي نص ساين 2 اكس. هنا احنا قسمنا القانون ده على الاتنين عشان نقدر ان احنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه ده، اللي هو ساين اكس كوزاين اكس بتساوي نص ساين اكس، نص ساين 2 اكس. طيب تعالى بقى نرجع للخطوة اللي بعدها. بيقول لي هنا ان ساين اكس مضروبة في الواي بتساوي تكامل نص ساين 2 اكس. شلنا الساين اكس كوزاين اكس وحطينا التعويض اللي احنا طلعناه في من القانون. الكلام ده كله ضد دي اكس زائد ثابت التكامل. تمام، انت عندك هنا النص دي ثابت، خلاص هنبدأ ان احنا نطلعه بره التكامل. يتبقى عندك جوه التكامل ده الاتنين ساين 2 اكس ضد اكس زائد ثابت التكامل. عشان تعرف تكامل هنا احنا عملنا الخطوة دي عشان نبدأ ان احنا نعرف نكامل الدالة المثلثية اللي عندنا اللي هي الساين والكوزاين. اول حاجه عندنا لازم نتاكد ان مشتقه الزاويه دي موجوده جنب الداله. هنا مشتقه الزاويه موجوده جنب الداله اللي عندنا. طيب الزاويه اللي هي ايه؟ اللي هي 2 اكس. ال 2 اكس دي مشتقه الزاويه دي اصلا اللي هي 2 اكس مشتقتها ايه؟ مشتقتها 2. تمام، احنا ما عندناش الاتنين دي جنب الدالة، عشان كده لازم نعمل تركية بسيطة كده اسمها الضرب في مشتقة الزاوية والقسم عليها. انا دلوقتي عايز اضرب في مشتقة الزاوية واقسم عليها، يعني هنضرب في 2 داخل التكامل عشان نخلي المشتقة دي هتوصل لايه بقى؟ للشكل اللي هو تكامل 2 ساين 2 اكس دي اكس. بص هنا تكامل 2 ساين 2 اكس ضد دي اكس. احنا هنا قسمنا على الاتنين، تمام، يعني هتضرب في نص خارج التكامل عشان ما يكونش ايه، ما تكونش غيرت قيمة القيمة بتاعة المسألة. فانت بتضرب في النص ده عشان قيمة المسألة تفضل ثابتة زي ما هي. انت كده حطيت نص بره والاتنين اللي جوه التكامل ده. نروح للخطوة اللي بعدها. بيقول لي ان الكوزاين اكس الواي، خلاص هو هيجمع المسألة، هتبقى عندي ربع تكامل الاتنين ساين الاتنين اكس دوت دي اكس زائد ثابت التكامل. هنا يبقى واي كوزاين اكس بتساوي ربع كوزاين 2 اكس زائد ثابت التكامل. ركز معايا، هنا انا عندي تكامل الساين بسالب كوزاين، فالمفروض هنا هتبقى فيه سالب ربع وبعد كده هتبقى سالب. هنا ربع وافتح قوس مثلا هنا كده سالب كوزين 2 اكس زائد ثابت التكامل. يعني ايه؟ لاحظوا ان السالب اللي عندنا دي ظهرت لان التكامل بتاع الساين بيكون بسالب كوزين مش كوزين بس. طيب احنا كده عايزين بقى نجيب القيمة النهائية بتاعة الواي لوحدها، فهنبدأ ان احنا نقسم على كوزين اكس على الأربعة كوزين اكس اللي قسمنا عليها زائد ثابت التكامل على الكوزين اكس، وده المطلوب اثباته في السؤال ده. نروح بعد كده على مثال كمان تالت عندنا. بيقول لي ان الاكس واي شرطه، واي شرطه دي اللي هي المشتقه الاولى للواي اللي هي الدي واي على الدي اكس بتساوي 3 اكس كوزين كوزين اكس اس 3 ناقص ال 2 واي. طيب اول حاجه اتكلمنا عنها ان انا عايز اخلي الواي لوحدها او المشتقه الاولى للواي لوحدها، فهقسم على الاكس اللي عندنا. تبقى هنا بعد ما اقسم على الاكس اللي عندي دي تبقى واي اس 3، تبقى واي شرطه بتساوي 3 كوزين اكس اس 3 ناقص ال 2 واي على الاكس. تمام، بعد كده تبقى عندي هنا هنجيب الجزء بتاع الواي ده كله الناحيه دي، تبقى هنا واي شرطه زائد السالب دي تتحول لموجب تبقى زائد الاتنين على الاتنين على اكس مضروبة في الواي بتساوي 3 كوزين الاكس اس 3 اللي هو الجزء التاني ده هيبقى زي ما هو في مكانه. بعد كده هبدأ ان انا اشوف بقى الجزء بتاع البي او في الاكس. قلنا انه دايما بيبقى مضروب في الواي، خلاص اللي مضروب في الواي عندي اللي هو 2 على اكس، فالبي او في الاكس هتبقى بتساوي 2 على اكس. الكيو او في الاكس قلنا ان هي دايما بتبقى بعد اللي يساوي او في الطرف اللي على اليمين دايما، فهتبقى 3 كوزين اكس اس 3. طيب نروح بعد كده بالقانون اللي عندنا نبدأ ان احنا نعوض عشان نطلع الميو. فخلاص هنعوض عن البي او في الاكس اللي جوه التكامل دي بالاتنين على اكس تبقى دوت دي اكس. يبقى هنا طلع الاتنين بره يا باشا وخلي الواحد على اكس دي بلين اكس، يبقى عندي اي اس 2 لين اكس. وقلنا
في المحاضرة اللي فاتت ان لو عندك الاتنين دي تقدر ان انت تطلعها على الأس بتاع اللين، ولو عندك أس للين تقدر ان انت تنزله هنا برضو براحتك. خلاص، فاحنا هنرفع الاتنين دي لأس القوس بتاع اللين، تبقى اي أس اي أس لين اكس تربيع، تروح الاي مع اللين يتبقى معايا الاكس تربيع. خلاص، يبقى عند الميو بتساوي الاكس تربيع. تعال نعوض عن الميو واي، تبقى بتساوي، هنشيل الام ونحط اكس تربيع واي بتساوي تكامل الاكس تربيع دي اللي هي الميو في 3 كوزاين اكس اس 3 دي اللي هي الكيو اوف اكس. تمام، الكلام ده كله مضروب في دي اكس بتساوي تبقى عندي 3 اكس تربيع. تمام، كوزاين اكس اس 3. هنا انا ما عملتش اي حاجه، انا بس ايه خليت التلاتة دي تكون قبل الاكس تربيع، تبقى 3 اكس تربيع كوزاين اكس تكعيب دوت دي اكس. يبقى عندي هنا الاكس تربيع واي بتساوي ساين اكس تكعيب زائد ثابت التكامل. يبقى هنا هقسم على الاكس تربيع دي اللي مع الواي عشان اخلي الواي لوحدها في طرف، تبقى ساين اكس اس 3 على الاكس تربيع زائد ثابت التكامل على الاكس تربيع، وده المطلوب اثباته. وكده نكون خلصنا اول جزء من المحاضرة بتاعتنا، ونروح بعد كده على حاجة اسمها معادلة برناولي. يقول لي ان معادلة برناولي دي نوع من انواع المعادلات التفاضلية، بتكون شبه المعادلات الخطية بس بيبقى فيها الواي دي مرفوعة الاس. تمام، الاس ده ما ينفعش يبقى بصفر ولا بواحد، ممكن ان هو يبقى باي قيمه تانية ما عدا الصفر او الواحد. زي لو بصيت عندي في الشكل العام هنا تحت، الواي اس ان، الان دي ما ينفعش تبقى بصفر ولا بواحد، ممكن احطها باي قيمه معينه. هنا مكتوب اهو ان الان لا تساوي صفر او الواحد. اول حاجه عندنا هنحول المعادله لمعادله خطيه من خلال ان احنا بنعمل تعويض بسيط، مثلا ان الزد بتساوي واحد على واي اس ان ناقص الواحد. طيب تعالى ناخد مثال كده ونبدأ ان احنا نفهم مع بعض ونعرف يعني ايه اصلا معادلة برناولي وازاي ان احنا نقدر نحلها. تمام، بيقول لي هنا الاتنين دي واي على دي اكس زائد الواحد على اكس واي بتساوي 4 واي اس 3. تعال نبدأ مع بعض واحدة واحدة كده. الان عندي اول حاجة بتساوي 3، خلاص تعالى ناخدها ونبدأ ان احنا نعوض. الزد بتساوي واحد على واي اس ان ناقص الواحد، يعني 3 ناقص الواحد، تبقى واحد على واي تربيع بتساوي واي اس سالب 2. تمام، واي اس سالب 2. نروح بعد كده نبدأ ان احنا نشتقها، تبقى عندي دي زد على دي اكس بتساوي سالب 2 واي اس سالب 3. هنا هزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. خلاص، تبقى عندي دي زد على الدي اكس بتساوي سالب 2 واي اس سالب 3 دي واي على الدي اكس. الكلام ده كله بيساوي، هبدأ ان انا انزل الواي اس سالب 3 دي في المقام عشان اضيع السالب بتاع الاس. تبقى عندي دي زد على دي اكس بتساوي سالب 2 على واي اس 3 دوت دي واي دي اكس. هنا طالما عندي الدي واي على الدي اكس في المعادلة الأساسية أو المعادلة دي يعني مضروبة في واي مش مضروبة في واي، يبقى نبدأ إن إحنا نحل. طيب عشان نحل هنعمل إيه؟ أول حاجة هنقسم على واي أس 3. ليه هنقسم على واي أس 3؟ الهدف عندي من القسم على واي أس 3 هو التخلص من الطرف الأيمن اللي في المعادلة اللي هو واي أس إن، اللي عندي هنا واي أس 3. طيب تعالى نقسم المعادلة الأساسية اللي عندي كده على واي أس 3. تبقى عندي هنا الاتنين على واي أس 3 دوت دي واي على دي اكس زائد واحد على اكس. هنا زائد واحد على اكس دوت واحد على واي اس 3. الكلام ده مضروب في واي بتساوي الأربعة. خلاص، طير الواي دي مع واحدة من الواي أس 3 اللي في المقام، بقى واي تربيع بتساوي 4. تمام، يبقى كده طيرنا الواي أس 3 اللي في الجزء اليمين، ودي أول حاجة لازم نعملها في معادلة برناولي. تمام، يلا نبدأ نكمل مع بعض. تبقى عندي 2 على واي اس 3 دي واي دي اكس زائد واحد على اكس على الواي تربيع بتساوي 4. كده ظبطنا شكلها خلاص. طيب نبدأ ان احنا نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا بعد التعويض على طول تبقى عندي سالب دي زد على دي اكس زائد واحد على اكس الكلام ده مضروب في زد بتساوي 4. تمام، يبقى عندي هنا دي زد على دي اكس ناقص الواحد على اكس زد بتساوي سالب 4، ودي تبقى عندي معادلة خطية من الدرجة الأولى. نروح بعد كده على آخر حاجة عندنا، إن احنا هنبدأ إن احنا نكمل بنفس الطريقة. كده احنا ظبطنا الشكل العام عندنا، إن احنا حولنا معادلة برناولي لمعادلة خطية
عشان ابدا ان انا احلها بنفس الطريقه اللي كنت بحل بيها الامثله اللي في الاول. طيب اول حاجه هنعملها هنطلع البي او في الاكس والكيو في الاكس. البي او في الاكس عندنا طلعت بسالب واحد على اكس، والكيو في الاكس طلعت بسالب اربعة، وطبعا احنا اتكلمنا كتير في الامثله اللي فاتت احنا ازاي بنقدر ان احنا نطلعها. طيب تعالى نعوض على طول مباشره. هنشيل البي او في الاكس هنا ونحط واحد على سالب واحد على اكس. تمام، هنطلع السالب بره تبقى اي اس سالب تكامل واحد على اكس دوت دي اكس، تبقى اي اس سالب اللين اللين اكس، تبقى اي هنا السالب دي هنا يعتبر سالب واحد قدام اللين، هتطلع للأس بتاع القوس اللي عندنا، تبقى الاي تروح مع الان، يتبقى عندي اكس أس سالب واحد. تبقى الاكس أس سالب واحد دي بتساوي الواحد على على اكس. عندي الام زد، لاحظ بس ان في المسألة دي احنا ما غيرناش اي حاجة غير ان الزد دي اتشالت واتحط كان مكانها واي في في الامثلة اللي فاتت كلها. الواي هنشيلها ونحط الزد دي ونبدأ ان احنا نحل بنفس الطريقة. تمام، تبقى ام زد بتساوي زد على اكس بتساوي تكامل واحد على اكس سالب اربعة دوت دي اكس زائد ثابت التكامل. طيب هنطلع السالب اربعة بره، تبقى سالب اربعة تكامل واحد على اكس، الكلام ده اصلا بلين اكس دوت دي اكس زائد ثابت التكامل بتساوي سالب اربعة زي ما هي، هنشيل تكامل واحد على اكس دوت دي اكس ونحط لين اكس زائد ثابت التكامل. تمام، يبقى عندي هنا اهو زد على اكس بتساوي سالب اربعة لين اكس زائد ثابت التكامل. هنا عايز اخلص من الاكس اللي في المقام ده، فهضرب الطرفين في اكس، تبقى عندي يبقى الاكس اللي في المقام بتاعت الزد دي طارت، ويتبقى عندي هنا سالب اربعة، والاكس هي اللي قسمت اللي ضربت فيها لين اكس زائد ثابت التكامل. طيب انا عندي الزد دي اصلا لو رجعت كده للاول، الزد هنا بتساوي واحد على واي تربيع او واي اس سالب اتنين. تمام، تبقى واحد على واي تربيع بتساوي سالب اربعة اكس لين اكس زائد ثابت التكامل. تبقى الواي تربيع بتساوي واحد على الكلام اللي عندك ده كله، تبقى هنا الواي بتساوي جذر الكلام ده كله. تمام، وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة. زي ما شفنا الموضوع كله خطوات ثابتة. الخطية بيبقى ليها عامل تكامل اللي هو الام، لكن برناولي بيبقى ليها تعويض اللي هو الزد، واتكلمنا عن الاتنين. اظن ما فيش سؤال هيجيلك بره الخطة دي وبره الاسئلة اللي احنا بنشرحها في المحاضرات، لان الدكتور ما بيجيبش حاجة من بره. تمام، ابدأ انت بس شد حيلك وطبق الخطوات دي بالظبط وحل بايدك، وهتلاقي الحل بيطلع معاك بسهولة. لو احتجت اي حاجة سيب الكومنت وهرد عليك ان شاء الله. السلام عليكم.